النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته عند السيدة عائشة رضي الله عنها، ولقى في البيت البسيط جدا كسرة خبز، يعني عيش كده، حتة عيش يعني ناشفة ومرمية على جنب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكسرة خبز وقال للسيدة عائشة كلام جميل أوي أوي، لازم تهتم بجد إن أنت تطبقه في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإنها قل إن نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. يعني إيه؟ يعني النعمة لو ما أكرمتهاش وأحسنت إليها ممكن تروح وما تجيش تاني. فلو ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بغض بصر، أكرمك بصلاة في المسجد، أكرمك بورد قرآن، أكرمك بالذكر، أكرمك بصلة الأرحام، أكرمك بالطاعة، اوعى تأثر. أكرمك بقلب طيب، بخلق حسن، اوعى تأثر، اوعى تضيع دي نعمة والله. يمكن لو ما أكرمتش النعمة دي وفرطت فيها تروح ما ترجعش تاني، متعرفش تحصلها تاني. أكرم دينك ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، واهتم فإن الطريق مليء بالأشواك، ولكن والله في ناس هتوصل، ويا رب يجعلني وإياك منهم.